الجزء العاشر من ممثلين نعرفهم بس ما نعرفش اسمهم. وحيد حمدي ممثل مصري اكتشفه الفنان عادل إمام في أواخر السبعينات، وشارك معاه في أغلبية أفلامه، وعمل معاه أدوار صغيرة في السينما. وأشهر أعماله هو دور صارمة في فيلم المتسول، ودور أبقاب في فيلم رمضان فوق البركان. إبراهيم التوخي بدأ حياته الفنية دوبلير للبطل في الافلام، المشاهد اللي هي مش هيعرف يعملها البطل، وكان دايما بيعمل الادوار اللي فيها عنف او خناقات، ومعظم اعماله كانت مع الزعيم عادل امام. واشهر اعماله حنفي الأبهة وسلام يا صاحبي والنمر والانثى. عثمان عبد المنعم من مواليد 15 يونيو سنة 1941. هو ممثل مصري اتولد في مدينة المنصورة سنة 1941، واشتغل لسنوات كبيرة جدا في فرقة المسرح القومي. بعد كده اتنقل للسينما، ومن أول أعماله ومن أشهرها مسلسل دموع في عيون وقحة وفيلم الكيت كات. وتوفى عثمان عبد المنعم سنة 2004 عن عمر 63 سنة. أحمد شوقي. الفنان الراحل أحمد شوقي بدأ حياته المهنية وكيل وزارة التربية والتعليم، ومدير عام لإدارة التربية المسرحية بوزارة التربية والتعليم. وقبل أن يشتغل ممثل كان بيشارك في الكثير من الأفلام، ومنها بنت البداية وابن حميدو وحب وإعدام إسماعيل. وهو أشهر أعماله إن هو بيطلع دور الضابط أدمون توميما، وهو ممثل مصري من أصل لبناني، واشتغل مدرس في مدرسة الفرنسية بالقاهرة، واشتغل في الإدارة المسرحية، وكمان ألف مسرحيات وترجمها، واشتغل في مسرح جورج أبيض، واقتبس الكثير جدا من الأفلام المصرية. واشتهر بدور الجواهرجي أو الخواجة، وظهر دور مدرس فرنساوي في فيلم نادية سنة 1969 بمهنته الأصلية. وشارك في أعمال كتيرة جدا، ومنها حكاية حب ونادية وألمظ وعبد الحمولي. سوريا فخري ممثلة مصرية من أصل لبناني، اتولدت في مدينة زحلة بلبنان، وبدأت مسيرتها الفنية سنة 1939 في فيلم العزيمة، وانضمت ليها فرقة الفنان علي كسار لتستكمل مشوارها الفني من خلال العديد من الفرق المسرحية، ووصل رصيدها الفني أكتر من 32 مسرحية. وأشهر أدوارها في السينما هو دور المربية. جمالات زايد هي أخت الفنانة الراحلة أمال زايد، ووالدة الفنانة معالي زايد، واشتهرت بدور أم بندق في مسلسل ساعة قلبك، وهو مسلسل إذاعي على الراديو، وفي دور أم علي في مسلسل الإذاعي برضو عائلة مرزوق أفندي. ومن أبرز أفلامها الستات ما يعرفوش يكتبوا، حسن قتلة. وكان الفنان حسن قتلة عنده محل لبيع وتأجير الآلات الموسيقية، وخصوصا الآلات النحاس، في شارع محمد علي قبل ما يشتغل في الفن ويشارك في التلفزيون. وأكتر أفلام الفنان إسماعيل ياسين اللي هو بيظهر فيها، هو بيشتهر بدور مساعد الحنوتي، وكان ليه بصمة معينة كده في السينما المصرية استحالة حد ينسيها. حسني عبد الجليل ممثل بس ناس كتير قوي ما تعرفش اسمه، وهو شارك في العديد من الافلام وتميز بادوار الشر كلها، وما يعرفش كتير ان هو حصل على احدى الدبلومات الفنيه من قبل وزاره الفن. نصر سيف اتخرج من كلية الآداب جامعة الإسكندرية، واشتغل فترة كبيرة جدا في شركة الكهرباء كمحصل الفواتير قبل ما يشتغل في الفن. واللي دخله الفن المخرج نيازي مصطفى، وبيعد صاحب أشهر صلعة في السينما المصرية، وبارع في أدوار الشر والكوميديا مع بعض. نبيل بدر اتخرج من كلية الحقوق، واشتغل بإدارة العلاقات الثقافية بوزارة الثقافة قبل ان هو يشتغل في وظيفة الفن. بعد كده استقال واشتغل في الفن واتفرغ للفن والسينما، وتميز بأدواره الكوميدية. ملك الجمل من اكتر الفنانات اللي اتشهروا بدور الشر في السينما. ملك الجمل برضو عملت ادوار كتيرة جدا، اغلبيتها بتبقى تكون ساكتة، لكن هي بتطلع في ادوار شر، ومن اشهر ادوارها هو دور حكمة في فيلم الشموع السوداء. اتشهر مختار حسين بادوار القتال عشان هو اصلا كان فعلا بطل رياضي، وشارك في لعبة رفع الاثقال قبل ما يشتغل في الفن، وحصل على بطولة لوكسمبورج في رفع الاثقال سنة 1931، وشارك في الاولمبياد سنة 1936، واتجوز من الفنانة نبوية مصطفى، وجاب منها 3 عيال، ومن ضمن أطفاله الصحفية بهيرة مختار. ومن أبرز مشاركاته في السينما المصرية قلب دليلي وشجرة الدر. محمود فرج بدأ أول حياته شغلانته رياضي عادي خالص، لكن استغل جسمه دوت في إن هو يخش السينما، واستغلت السينما المصرية عضلاته في إن هو يعمل رجل العصابة أو أدوار الشر. ومن أشهر أدواره دور مجانس ودور عفركوش في فيلم الفانوس السحري. وهو عنده حس فكاهي كبير جدا، واللي أكد لنا المعلومة ديت الفنان إسماعيل ياسين، بحكم إن هم عملوا مع بعض أكتر من عمل فني. محمد صبيح ممثل مصري مشهور، بس كتير جدا من الناس ما تعرفوش، وهو اللي قدم دور الموميا في فيلم حرام عليك مع اسماعيل ياسين. ومن اشهر ادواره برضه دور قائد جيوش التتار في الفيلم التاريخي واسلاماه، بعد اختار المخرج الامريكي اندرو مارتون لتقديمه، كان سبب شهرته بمقولة اكلم مين لما احب اتكلم. محمد شوقي اشتغل في الاول في محافظة الاسيوط قبل ما يشتغل بالفن، وهو برضه يعتبر من اشهر الكومبارس في الافلام، ومنها سكر هانم وسواق الاتوبيس. محمد النوبي ممثل اشتهر بدور النوبي، لكنه اشتغل في الاول في موظف في الشركة الشرقية للدخان قبل انه يشتغل في السينما.
وهو مشهور بالأدوار الكوميدية ومنها 4 في مهمة رسمية وحكاية ميزو والبيه البواب. ماري باباي اشتغلت في بداية حياتها في سجن النساء، بعد كده سابت سجن النساء واشتغلت رقاصة في الأفراح، بعد كده اكتشفها الفنان يوسف بيك وهبي وضمها لفرقته، وبعد كده حققت شهرة واشتغلت في الأفلام، ومن أهم أعمالها طرطة غرامية. لولا صدقي بدأت حياتها زي رقاصة ومطربة في الموالد والأفراح الشعبية وبتغني بالإنجليزي والفرنساوي، ودخلت باب الفن من خلال والدها المسرحي أمين صدقي، ومن أشهر أفلامها أبو حلموس والمليونيرة الصغيرة وفاطمة وماريكا ومراشيل والأستاذة فاطمة وعريس ومراد. وكان ليها تجربة في السينما الإيطالية والأمريكية لكن بأدوار صغيرة جدا. أحمد لوكسور اشتغل موظف في مصلحة المواني والمنائر بالإسكندرية، بعد كده اتنقل للعمل في مصلحة الطرق والكباري بالقاهرة، بعد كده ساب وظيفه واشتغل في التمثيل ودخل معهد التمثيل وحصل على البكالوريوس سنة 1955، ومن أشهر أفلامه سلام يا صاحبي وإسماعيل ياسين في البوليس السري. لطفي الحكيم اشتهر بدور الجازولي في فيلم الفتوة بعد أن بدأ حياته الفنية في فرقة رمسيس، ومن أشهر أفلامه لو كنت رجلا سنة 1964 والمجانين في نعيم سنة 1963 واللص والكلاب سنة 1962. زكريا موافق اتخرج من كلية الطب البيطري لكنه عشق الفن وانضم إلى فرقة ثلاثي أضواء المسرح ومنها إلى السينما، ومن بعدها اتشهر في الأفلام والتلفزيون، ومن أبرز أعماله المتزوجون وسك على بناتك وأميرة حبي أنا. فيكتوريا كوهين ممثلة مصرية من أصل يهودي واتولدت سنة 1891 واشتغلت مع يوسف وهبي ونجيب الريحاني في المسرح، واتجهت للسينما سنة 1923 في فيلم برسوم يبحث عن وظيفة، وشاركت في فيلم 4 العدوية سنة 1963. فايزة عبد الجواد اكتشفها الفنان الراحل رشدي أباظة أثناء تصويره فيلم تمر حنة، وهي كانت ساكنة في المنطقة اللي هم بيصوروا فيها الفيلم، ومن أبرز أدوارها هنا القاهرة بكيزة وزغلول، وبتعد من أشهر قدم أدوار الشر والبلطجة، واشتهرت بوضع اللمواس في بقها وإنها بتبخ نار من بقها. فاخر ممثل مصري بارع في تجسيد دور وكيل النيابة وناجح في أدوار الخير والشر برضه، وهو يبقى والد الفنانة هالة فاخر، ومن أبرز أعماله دماء على النيل وجوز مراتي وعنتر ابن شداد. علي الشريف بزعل أوي لما بعرف إن في ناس كتير عارفة علي الشريف بس ما تعرفش اسمه. هو عارف بمواقفه الرئاسي وآرائه المختلفة اللي تسببت في اعتقاله كذا مرة، وكان موظف في أحد البنوك قبل ما يخش الفن والسينما المصرية، وليه أدوار مختلفة جدا، ومن أشهرها فيلم الأرض وفيلم الكرنك وفيلم حنف الأبهة وفيلم المشبوه. عبد المنعم إسماعيل عنده موهبة مختلفة أمام الكاميرا وبرز فيه كثير من الأعمال، ومنها أنديل، أم هاشم، والزوج العازب، وخان الخليجي، لكن نهايته كانت مفزعة جدا بالنسبة ليه عشان هو أصلا انتحر، رمى نفسه في المية ومات منتحر بسبب الفقر وعدم قدرته على المعيشة ومصروفات الدنيا. عبد الجاني النجدي كان هو أصلا مؤلف نكت وبيبيعها للنجوم الكبار زي إسماعيل ياسين وشكوكو، ومن أشهر أدواره إسماعيل ياسين في الجيش ومدرسة البنات وصراع في الوادي وليلة من عمري. عبد العظيم كامل ممثل مصري اتولد سنة 1918 واشتهر بأداء دور الطبيب الصحفي والمحامي، وعمل في بداية حياته موظف حكومي في شركة حكومية، بعد كده استقال واتجه للفن بس عاد مرة أخرى تاني للعمل في الموظف الحكومية واكتفى بأدوار صغيرة، ومن أشهر أعماله أختي الزوجة التانية عدو المرأة. عبد السلام محمد ممثل مصري ما خدش حقه في الشهرة زي زمايله، لكن الجمهور عارفه بأنه هو دور الراجل الكبير الغلبان، ومن أشهر أعماله الفنية فيلم حنفي الأبهة بجملته الشهيرة هتضرب أبوك يا حنفي، ودوره في فيلم الفرن. صفاء الجميل ممثل مصري اتولد في القاهرة سنة 1907 واسمه الحقيقي صفاء الدين حسين، وهو مشهور باسم نوفل. اكتشفه الموسيقار محمد عبد الوهاب وكان بيعاني من ثقل في لسانه أو تقل في النطق. كتير من الناس من المشاهدين كان فاكر صفاء كان معاق ذهنيا، لكن هو مش معاق ولا أي حاجة، وإنه هو بس مجرد عنده شوية تقل في النطق. سيف الله مختار ممثل مصري اشتهر بأدائه المميز اللي محدش بيعمل الأدوار دي غيره، وهو مميز في السينما المصرية والمسرح، وهو صاحب إشاعة إنه هو أخو الفنان أحمد رمزي، ومن أبرز أعماله رجب فوق الصفيح الساخن وامرأة فوق السجن. سعيد خليل وهو ما بيعملش أدوار غير دور الشر، ومن أشهر أدوار الشر عنده في السينما المصرية فيلم صراع في النيل وغيره من الكلاسيكيات المصرية. سعيد أبو بكر من مواليد محافظة الغربية، اتجه للسينما بعد تعرفه للمخرج محمد كريم، وهو اللي قدمه في السينما المصرية، وهو ذكر قبل كده إن كان قدم للفنانة ماجدة للجواز بس هما ما كملوش. قدمت سعاد أحمد أكتر من 51 فيلم كلها أدوار الحما أو أدوار الأم، وأهم أفلام اللي شاركت فيها فيلم أحبك يا حسن وغرام وانتقام وعنتر ولبلب وألف ليلة وليلة، وأشهر فيلم ليها فيلم ابن حميدو.
سامية رشدي ممثلة مصرية بدأت حياتها الفنية مطربة وغنت أوبريت شهرزاد، لكن اتجهت للفن والسينما واتجوزت من الممثل الراحل علي رشدي، واشتهرت بدور الأم، وأبرز أعمالها ألمظ وعبد الحمولي وربع العدوية وسيرة طريقة الإخفاء. زكي إبراهيم ممثل معروف من أسرة تركية، بدأ مشواره الفني وهو كبير في السن، كان بيشتغل ضابط قبل ما يشتغل في السينما المصرية، بعد كده فصل بعد إصابته في عينه، وأبرز أعماله عفريتة هانم ولحن الوفاء والناصر صلاح الدين. علي حسين برضه ممثل مشهور جدا ومعروف، لكن كتير من الناس ما تعرفش اسمه. اتولد سنة 1939 بمدينة الإسكندرية، وعمل كتير من الأعمال التلفزيونية والسينمائية والدوبلير الكرتوني، إلى جانب العدد من المسرحيات اشتهر فيها بزي دور عم زرايب، واللي قدمته في فيلم آيس كريم في جليم بطولة عمرو دياب. عبد الله اسماعيل من مواليد الثلاثينات، اشتغل في المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون، وارتبط بالفنان محمد صبحي واشتهر من خلال أعمال شارك فيه مع بعض: رحلة المليون، مسرحية الجوكر، فيلم أنكل زيزو حبيبي، واشتهر بأدوار الكوميديا الخفيفة واشتغل فيها لحد ما توفى سنة 1987. كوثر رمزي هي ممثلة مصرية بدأت مشوارها الفني في الإذاعة الأول، بعد كده عملت دور صغيرة في السينما المسرح والتلفزيون. من أدوارها الصغيرة في السينما دورها في فيلم حياة غنية مع برلانتي عبد الحميد، وفيلم لن أبكي أبدا مع فاتن حمام، وقدمت دور يعتبر قريب من البطولة في فيلم نداء الحب، لكنها لم تستفد من التجربة. محمد عيد ممثل مصري، أول أعماله كان إن هو شارك في برنامج المقالب اديني عقلك في التسعينات، بعد كده استمرت مشاركته في برنامج المقالب في برنامج الحقونا، وبعدها المخرج شريف مندور اكتشفه عشان يختاروا انه هو يظهر في فيلم الرجل الابيض المتوسط سنة 2001. بعد كده شارك بعدها في عدة اعمال ومنها الزناتي مجاهد وظرف صحي.